وعليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة المسرة، وحلقة جديدة وحلقة خاصة واستثنائية وحلقة صراحة بعد مناشدة وبعد مأساة. وأول ما أبدأ بها هذه الحلقة أريد أوجه سؤال للسيد المحافظ، محافظ الديوانية بالتحديد. هذا المكان اللي أنا جاي أصور به في ناحية الشنافية تابع إلى قضاء الحمزة الشرقي. اليوم الحمزة الشرقي جزء من محافظة القادسية. اليوم هذا السؤال أريد أوجهه للمحافظ للسيد عباس الزامل. أريد أقول له سيدنا، يعني عندك أطفال أكيد، ولدك بناتك موجودين، تقدر قلبك ينطيك يخاطرون ويعبرون بهالطريقة بهذا الشط؟ هاي صورة قدامك. أنت اليوم مسؤول وحدة إدارية، أنت اليوم محافظ، هذا جانب. تقبل بنتك بهالعمر وهالعمر وهالعمر وهالأطفال قدامك، واليوم يجوز الشط هذه يعني ماكو هو عالي وبهذا الكعد ويعبر وهذا الشط كله. شوف، تقبل بنتك أو ابنك يصير بهالموقف هذا؟ أعضاء مجلس محافظة القادسية ال14، بناتكم أولادكم تقبلون بهالوضع هذا؟ 11 عضو مجلس نواب موجودين، 11 عضو، منو اللي بنته أو ابنه يقبل يكون بهالموقف هذا؟ صعد بكعد ويعبر شاط وما أدري الشاط يوصل لو ما يوصل، وعلى هالمنوال هذا طوال سنة كامل، حرها بردها مطرها بهواها، على هالوضع هذا. نتيجة هذا الوضع صارت مأساة، طفل وعمته غرقة، حقهم راح. تجي العالم الطالب تروح ماكو أحد يوصل صوته، كتابنا وكتابكم ومشي لي. وعلى هاي الوضعية صار سنين